مرحبا يا جماعة. اليوم الحلقة 24 من إزعاج الجن. هلا التفاصيل عنا هون انه سوريا بتقول لمروان لا تخليني احطك براسي ولا بدي لعن شرفك ولا هي عم تقول صح انا خدامة بس مالي مبسوطة بهالشي. انت شو عامل بحياتك ومعلقة دهب بتمك ومالك قيمة، ولا تنسى انك مقوس على الحارس وقتل المختار والله لازم بفضحك. فمروان بيقول له انه انا ما قتلت المختار والله يا سوريا، وانا انجبرت اويس على الحارس. فسوريا بتقول له انا انجبرت اشتغل خدامة وازدري ظالمة كتير يا واطي، فبدها تاخد واحد شاب وتتهنى معه. بس انا مجبور اتجوز ختيار جدك ابو نزير، وانا بكره الناس المرتاحة مثل اغلب الناس يعني، وهي بتكره ملاك اللي بتنام بغرفة ملكية وانا بغرفة المونة على اسفنجة معفنة ريحتها طالعة نشي عليها المي. فلسه ما شفت شي مني يا واطي ولعني العولاه. دكتور بيطمنه لتيسير انه هو منيح وكل شي عم يصير معه من اثار الضربة. مأمون بيقول له لمروان كيف تضرب اخوك، فمروان بيقول له انه مو انا والله مو انا اللي ضربته. فمأمون ما بيصدقه. مروان بيخبره انه جدا تقوص بالمستشفى. ناجي طبعا زعلان لانه سوريا راح تتجوز من ابو نزير، وبيقول لأمه انه لو ابو نزير بحب سوريا كان جوزني اياها. ابو تضحك تقول له انت ما بتعرف ابو نزير قديش هو واطي، بتفكر انه ابو نزير ابوك وبتحبه كتير. بس روح بارك له يلا يا مو، روح بارك له وقول له ماما بدها الحلوان. 15 سبيكة ذهب هيك بدها الام يعني. ابو نزير بيقول روحي على البيت، وعادي بصدر البيت واذا حدا زعجك انا بتحاسب معه. مروان بيقول لأمه انه والله مو انا ياما اللي ضربت تيسير، بس طبعا تيسير ما بيصدقه، خولة بتصدقه بتقول اخوكم ما بيكذب. وبعدها بيعرفوا بانه جدهم مريض وتقوص، وتيسير بيروح على غرفة جده ليطمن عليه. وبعدين بشوفوا ابو نزير موجود بيقول له شو براسك، وبيخبره كمان انه راح يتجوز من سوريا بس يطلع من المستشفى راح يتجوز من سوريا. مروان بيقول لتيسير انه جدهم عم يدمرون وراح يتجوز الخدامة، فعم يتحكم بحياتنا. سوريا بتقله انه بلعن شرفك وبحبسك وانا رايح لا حدا يسأل عني. بيقول مروان وبيترك. مروان بيقول لتيسير كل حدا معه حق بالكلمة اللي قالها. تيسير بيقول ما عم نعرف شو بدنا. فياض بيقول للرجال انه خفاش سهر عن صحية وراح له هلا موبايل لانه قتلته. فبيطلبوا من ناجي يعرف الاخبار من الحارة اذا انكمش. نورية بتتخانق مع زوجها لانه عم يحكي مع ملك وليش زارت ابوها بالمشفى. ملك بتقول لمورية خلي عمي انور يزورنا. أنا كثير ببسط لو بحكي معه. أحمد وأبو عفيف بيتصاوبوا هن بالمشفى، والحكيم بيقرأ الملف وبيسأل كيف تقوصوا. جميلة بتستفرغ كأنه حامل يعني أو هيك شي. بعزه بيسأل صبحية عن أغراض الخفار. صبحية بتعطيه الأغراض وبياخدهم لإله صاروا له يعني عسل. مفيد بزور جميلة. رجال الحارة عم يحكوا عن يلي صار بالحارة وحالات الخطف والقتل. شيماء بتحكي على ابن نزير لأم جمال وقديش حنون وقاسي وحقير بنفس الوقت. وفيد هلا بيقول لجمال جميلة حامل وبيكون مكيف. ناجي بيقول للطيف ليش خايف مني وما كان قصدي خوفك انا لا تخرس طول عمرك، كان بدي امزح معك. لطفي بيركض عم بدور على ناجي ليضربه. اللطيف بيكون عم يراقب طاهر هن طالعين من الجامع. أب طاهر عم يحكي مع ناجي وليش خوف لطيف وليش لطفي بيكرهه، وناجي ما بيرد عليهم وبيقول له المحبة من الله. لطيف بياخد طاهر وبيحكي معه وبينصدم طاهر انه عم يحكي لطيف، ولطيف بيقول له اذا بتصرخ راح اقتلك. طبعا لطيف بيضربه على راسه وبيربطه. هاي احداث الحلقة 24 من زقاج. هذا الفيديو اذا عجبكم حطوا لايك اصدقائي.